شهد الله فضل طابت أوقاتكم من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يصل موسكو في زيارة عمل رسمية. الإريتريون في ستوكهولم يحتفلون بعيد الاستقلال. إدارة مديرية فرو تنظم دورة تأهيلية لأعضائها. رئيس نيجيريا الجديد يؤدي اليمين الدستورية. مادورو يعلن فتح حقبة جديدة في العلاقات بين فنزويلا والبرازيل. لأول مرة بدء تدريبات بحرية بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس ياسر أفورقي ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل رسمية ستستغرق 4 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد استقبل فخامة الرئيس ياسر أفورقي عند وصوله مطار فينكوفا 2 الدولي الذي يتم فيه استقبال كبار الضيوف نائب وزير الشؤون الخارجية السيد رودونكو أندري باستقبال بهيج تخللته مراسم الشرف والنشيدين الوطني الإريتري والروسي. وحضر مراسم الاستقبال سفير إريتريا في روسيا الاتحادية السيد بيتروس تساغاي وسفير روسيا في إريتريا السيد إيغور موسغون. ويبحث فخامة الرئيس ياسر أفورقي خلال زيارته لروسيا الاتحادية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في الدولة تعزيز العلاقات الإريترية الروسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتداعياتها. هذا ويرافق فخامة الرئيس ياسر أفورقي في زيارته لروسيا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومفوض مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمدي تخلي. هنأ فخامة الرئيس ياسر أفورقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتخابه رئيسا للبلاد للمرة الثانية. وقال فخامته في تهنئته التي بعثها باسمه واسم الشعب والحكومة الإريترية: أثق تماما بأن تركيا ستشهد تقدما وتطورا اقتصاديا مشهودا تحت إدارتك. وأوضح بأن ذلك يعزز العلاقة والتعاون الإريتري التركي الراهن. وبهذه المناسبة أعرب فخامة الرئيس ياسر أفورقي منفور الصحة للرئيس رجب طيب أردوغان والتقدم والازدهار للشعب والحكومة التركية. احتفل الإريتريون المقيمون في ستوكهولم بالذكرى 32 للاستقلال المجيد تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وأشار القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا في الحفل الذي شارك فيه جمع كثير من المواطنين بأن هذا الاحتفال البهيج هو نتاج الصمود على المبدأ والتصدي القوي. وأوضح السيد يوناس بأن الشعب الإريتري الذي انتصر على كافة التحديات والمؤامرات بتوحيد صفوفه سينتصر الآن أيضا في التنمية والإعمار وسيصنع المعجزات تلو الأخرى. كما ذكر منسق لجنة الاحتفالات السيد آلم تخلي قرقيش ميزة احتفال هذا العام وهنأ الطلاب المتفوقين والطلاب الذين أكملوا المرحلة الثانوية وآبائهم، مناشدا الخريجين لتسخير المعرفة المكتسبة في مصلحة وطنهم وشعبهم. كما شهدت المناسبة مراسم تخريج الطلاب الذين أكملوا دراستهم الأكاديمية بمستوى الماجستير ومستويات أخرى. وحفلت المناسبة العظيمة ببرامج فنية قدمتها كوكبة من النجوم الذين قدموا من كافة أنحاء السويد. وأفادت المعلومات الواردة بأن احتفالات عيد الاستقلال تنظم في 64 مدينة اسكندنافية خلال الفترة من 13 من مايو وحتى 3 من يونيو. قدمت دعوة لأعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في الاجتماع الذي انعقد في 28 من مايو بهدف إعادة تنظيم مسؤولي فروع الجمعية في القاشبركة ودفعهم للقيام بأعمال فاعلة. وقال مسؤول قسم التنظيم والمعلومات عضو اللجنة التنفيذية للجمعية السيد محمد نور إدريس أن الجمعية تقوم بمساهمة فاعلة فيما يخص بواجبات وحقوق الأعضاء وتقوم بإدخال أنشطة زراعية جديدة بالإضافة إلى إدخال برنامج تربية النحل وتوفير فرص عمل في المدن وكذا الفرص الزراعية في المناطق البعيدة. ودعا المنتخبين الجدد للعمل بقوة في كافة المجالات مناشدا إياهم للمساهمة الفاعلة في كافة البرامج التنموية المنتظمة في مناطقهم مدركين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. من جهة أخرى قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في بارونتو خلال 29 من مايو بتقديم دعم عيني للمتضررين من الحريق الذي نشب في 6 من أبريل في سوق الحرف اليدوية الموجود بالقرب من سوق الخضر والفاكهة. وذكرت مسؤولة الفرع في بارونتو السيدة هنا عثمان بأن الحرائق تسببت في إحداث أضرار بالأرواح والممتلكات
وأن الدعم العائلي المقدم للمتضررين هو مواصلة للمساعدات المقدمة. وقال المتضررون من الحريق بأن أضرار الحريق ليست سهلة، لذلك يجب على المجتمع أخذ الحيطة والحذر، مشيدين بالدعم الذي قدمه لهم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية ببارنتو. نظمت إدارة مديرية فرو في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية استمرت أسبوع واحد ل 29 مدير الضاحية لرفع كفاءتهم، خاصة في إعداد خطة العمل وإدارة الممتلكات والمالية. وقال مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد سعيد علي بأن الدورة هي مواصلة للدورات التي تنظمها الإدارة لرفع قدرات أعضائها من فترة لأخرى، معبرا عن تمنياته بتسخير المعرفة المكتسبة في أعمالهم. وذكر الشاب إدريس محمود أحد المحاضرين في الدورة بأن إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقدم دورات تأهيلية لرفع إمكانيات أعضائها في كافة مديريات الإقليم، مؤكدا بأن تطبيق مفهوم الدورة يسهم في نجاح حياتهم الخاصة. وأوضح مدير المديرية سيد عثمان عرفة بأن الدورة قدمت لعمال الخدمات الاجتماعية عبر وضع خطط وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، داعيا الدارسين للعمل بخطة وضرورة القيام بالإدارة الناجحة للممتلكات، مشيرا إلى أن الدورة بدائية وستستمر بصورة متطورة في المستقبل. وأكد الدارسون استعدادهم لتقديم خدمات جيدة للمواطنين بالاستفادة من المعرفة المكتسبة، داعين لتقديم دورات مماثلة لمسؤولي المجاميع وعمد القرى. واختتمت في 27 من مايو بمدينة كرن فعاليات الأسبوع الثقافي الرياضي الصحي لمدارس مديرية كرن المنظمة منذ شهر يناير. المنافسات الثقافية والرياضية والصحية التي جرت في كافة المراحل التعليمية بالمدارس قبل النظامية وحتى الثانوية للجنسين اشتملت على مسابقات المعلومات العامة والفلكلور والشعر والقصص القصيرة والأغاني والدراما وفن الخطابة والرسم والاختراع، ومنافسات كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى والشطرنج. وشارك في كافة الفعاليات 11,400 طالب وطالبة. وقد أضفت منافسات كرة الطائرة والشطرنج التي جرت بين معلمي المدارس الثانوية جمالا على فعاليات الأسبوع. وذكر مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مدارس المديرية الأستاذ تولدي بيتروس بأن الأسبوع يساعد في تنقيب المدارس عن إمكانياتها المدفونة وصقل مواهب وقدرات الطلاب، حيث بيّنت المنافسات المنتظمة القدرات والإمكانيات الطلابية. كما نظمت منافسات أدبية في الدراما والأغاني والشعر والأناشيد والأنشطة التعليمية بين الطلاب بمناسبة عيد الاستقلال بعنوان المدارس وأسبوع الاستقلال، مما أعطى ذلك رونقا وجمالا خاصا لفعاليات الاستقلال. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية اختتام فعاليات أسبوع حلحلة الرياضي الثقافي في 27 من مايو، والذي نظم بالتنسيق مع اتحاد الشباب والطلبة فرع دباروع بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال، حيث اشتمل على المجالات الأدبية والقصص القصيرة والشعر والأغاني والفلكلور الشعبي والمعلومات العامة وألعاب القوى والطائرة وكرة القدم. وقال مسؤول الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو بأن الهدف من الأسبوع هو خلق بيئة صلبة لتبادل الشباب للتجارب والأفكار وتشجيعهم للقيام بمساهمات بناءة متسلحين بالروح العالية والتفاني. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أدى بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، الدولة الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان والتي تشهد ركودا اقتصاديا وانعداما للأمن. وتم الطعن بفوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 من فبراير أمام المحكمة من قبل مرشحي المعارضة الرئيسيين، وهما إتيكو أبو بكر وبيتر أوبي، اللذين شجبا تزويرا هائلا من الحزب الحاكم. وكان تينوبو الملقب بصانع الملوك بسبب نفوذه السياسي الهائل قد نظم حملته الانتخابية، مؤكدا أن دوره قد حان لقيادة أكبر اقتصاد في القارة، إلا أن صعود الرئيس الجديد رافقته الكثير من الاتهامات بالفساد من دون أن تتم إدانته على الإطلاق، الأمر الذي طالما نفاه أيضا، كما تشكل صحته مصدر قلق للشعب النيجيري. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى لقائه نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا فتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين. وجاء تصريح الرئيس الفنزويلي خلال أول زيارة يجريها إلى برازيليا منذ العام 2015. وقال مادورو الذي وصل إلى برازيليا وسيشارك الثلاثاء في قمة لقادة دول أمريكا اللاتينية أنها بداية حقبة جديدة في العلاقات بين بلدينا وبين شعبينا،
من جهته قال لولا إثر اجتماع عقده مع نظيره الفنزويلي لطالما كانت فنزويلا شريكا استثنائيا للبرازيل، وترمي القمة إلى استئناف الحوار بين بلدان أمريكا اللاتينية بقية التوصل إلى رؤية مشتركة في مختلف المجالات، لا سيما الصحة والبنى التحتية والطاقة والبيئة ومكافحة الجريمة المنظمة. أعلن خفر السواحل الفلبيني أن الفلبين ستجري لأول مرة تدريبات بحرية ثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان هذا الأسبوع. وذكر خفر السواحل الفلبيني أنه سيتم إجراء التدريبات مع خفر السواحل الأمريكي والياباني في المياه الواقعة قبالة منطقة ماري فيلز بمقاطعة باتان في الفترة من الأول وحتى 7 يونيو المقبل. وأضاف خفر السواحل أن التدريبات البحرية ستعزز قابلية التشغيل البيني من خلال تدريبات الاتصال والمناورة والتصوير والتدريب على تطبيق القانون البحري والبحث والإنقاذ. ومن المقرر أن تنشر الفلبين 4 من سفنها خلال هذه التدريبات وإجراء مراسم وصول للترحيب بالوحدات الأمريكية واليابانية في الأول من يونيو المقبل بالرصيف 15 بميناء جنوب مانيلا. وسيمثل هذا الحدث أيضا بداية التدريبات. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشيا في شرق البلاد بعد أن هدد أحد الحرائق العديدة المستعرة في البلاد مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس. والحريق الذي ما زال خارج نطاق السيطرة شمال غرب مدينة هاليفاكس لم يتقدم منذ إعلان السلطات حالة الطوارئ. ودعت السلطات سكان الضواحي إلى البقاء على أهبة الاستعداد لإخلاء منازلهم في أي لحظة. وبثت قنوات التلفزة المحلية مشاهد ظهرت فيها أعمدة دخان تلف المنطقة والكثير من المنازل والسيارات، وقد تحولت إلى رماد بسبب النيران، إلا أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس سيسافر يصل موسكو في زيارة عمل رسمية. الإريتريون في ستوكهولم يحتفلون بذكرى الاستقلال. إدارة مديرية فرو تنظم دورة تأهيلية لأعضائها. رئيس نيجيريا الجديد يؤدي اليمين الدستورية. مادورو يعلن فتح حقبة جديدة في العلاقات بين فنزويلا والبرازيل. لأول مرة بدء تدريبات بحرية بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.